الكواليس كان اعظم. طول ليه كله كده؟ عشان هتديها في ميه سخنه. صباح الفل، صباح الهنا. صباح الفل. نزل الحاجات بتاع امبارح دي. يلا. بس هو انا بحب الميه وريحان بحب الميه. والخيار كمان يزقيه. ايه؟ الخيار كمان يزقيه. هديله رشه بسيطه. لا يزقيه. والكوسه الميه ولا ايه؟ انا بحب الميه طبعا. ولو ما سقيتوش يمرر، يعني لو اتحرم من الميه يطلع مر. كنت عايزه اقول لكم ايه. والكوسه زقيتها امبارح، بديت رشه خفيفه كده. ده اسقيها برضو. دي رشه خفيفه. حبيت الرشه الخفيفه دي عشان تغسل الورق، بس مش كل يوم طبعا. اوعى توقع الزهر انا بتاعها. عايز ارش رشه خفيفه كده. بس هعمل شويه شطه كده مع معلقه خل. ويرش رشه رشه كده ايه فوقانيه. ماشي عشان الزهر ده ما يتعبش. ماشي. زقه هو الحاجات اللي كنا زارعينها امبارح اهو، زقيها كلها عشان الايه تفضل كده محتفظه برطوبتها الدنيا تبقى حلوه كده. وزرعنا الجزر امبارح. الحرنكش بتاعك مش عايز يخضر. تعالوا بقى ايه، احنا فطرنا على فكره هنا وشربنا الشاي كمان. تعالوا بقى اما نبص عليها. ما سالناش، ما عرفناش ايه اللي تحت ده وايه اللي فوق. انا هاخد واحده من تحت وواحده من فوق مع بعض. ايوه عشان كده بيقول لك حط 3 4 نباتات مع بعض في نفس الجوره، عشان في حاجات بتطلع وفي حاجات ما تطلعش. وده الكركديه. تعالى يا عم. الملوخيه وقعت. الكركديه 2 4 2 بس اللي طايفين فوق، لكن الباميه كتير طايف فوق، يعني كتير. في تحت 6 تحت و8 فوق. بتتزرع بقى يا جماعه على كل 30 سنتي، بين كل واحده وواحده 30 سنتي. تعال نشوف حاجه كده 30 سنتي. دي 30 سنتي، دي مسطره اهي، دي قد المسطره 30 سنتي. هنزرعها في الحوض ده. هنا هنزرع واحده كده، وهنا واحده كده، وهنا واحده كده، وهنا واحده، وهنا واحده، وهنا واحده. عايز كتير يعني. 1 2 3 4 5 6 7، يعني عايز 14 بذره. مش عارفه، انا كنت قعدت اقول لك حط امبارح. الحوض كبير، الحوض ده كبير عن التاني على فكره. ليه؟ البذور قليله اهو. ناخد الحوض الصغير ونقسم ده، نبقى ناخد شويه ملوخيه منه وشويه حاجه تانية. تعالى لما نعد ده. بصوا الفلفل مزهر اهو. ادي 1 2 3 4. طب ايه بقى، هتيجي هنا مع البتاع هنا بقى وخلاص. 5 يعني، بس ال5 هتيجي مع لا ممكن بقى ايه، هو هنا كده ممكن نزرع واحدة هنا واحدة هنا كده اهم 30 سنتي اهم. والله ممكن نزرعه بمجوز كده كده. والله ممكن نزرعه مجوز صح كده. واحدة هنا عشان الفلفل هنسيب لها مكان. زي واحدة هنا وواحدة هنا اهو. 2 4 6 7. 2 4 6 7 يعني 14 برضو والحته دي كلها ما فيش زراعه فيها، يعني كل ده اللي عند البتاع هتزرع فيه حاجه تانية. كل اللي تحت
اللي تحت المانجا هتزرع فيه حاجه تانية. ودي كلها هتاخد لها 4 يقول لك 30 سنتي بين البركه اهو، 30 سنتي وزياده اهو بين البركه وبركه اهي. هتقول لك بيلي كتير امبارح. انا مبسوطه بالزهره دي قوي، جميله شكلها حلو، شكلها جميل، شكلها تحفه. ليها ريحه والله. لا يا اخي ملهاش ريحه. طب يلا اديك ساقي خفيف. ماشي يلا. بس هات تعالى اغسل ايدي هنا، اغسل ايدي بس شيل ايدك من على الخرطوم. قرب وشيل. ليه كده مش عارفه. انا عايزه الجرجير يتسقي، البتاع ده يتسقي حلو. ماشي يلا. اداله تحميه، حماه بس على فكره الخبط بتاعك ده بيوقع الزهر. الرش بتاعك ده كده يوقع الزهر. مره في الاسبوع بغسل بس عشان يتنفس كويس. كل اسبوع جديد يعني. الكلام ده اخر الاسبوع. الزهر بتاع اسمها ايه الكزبره ما شاء الله. اكتر الحاجات اللي انت تخش زرع كده. بس انا بعملها مره في الاسبوع، اللي يعني زي ما تقولي بغسله وش كده ويعرف ياخد نفسه كويس. لان انت كده بتوقع الزهر. لا مش قويه، مش قويه على الخط. طب يلا هنبتدي ايه بقى؟ زراعه الايه؟ كده زراعه ايه؟ الكركديه. شجره الكركديه بيبقى شكلها جميل قوي على فكره. طول عمر ماما واحنا صغيرين كانت تزرعها. ده قولي. وكنا نروح ناكل الثمر بتاعها وهو اخضر، بيبقى مزازه. الورقه الخضراء بتاكلوها؟ لا زهره الكركديه وهي خضراء ناكلها. افضل كركديه الاسواني. ما هو ده الاسواني؟ ده الاسواني، ده بذور اسواني. هو بيحب الحر. بيتزرع في التوقيت ده يعني كده شهر 4. تسقيه كل ما التربه تنشف، يعني كل ما التربه تنشف معاك تسقيه، ما تديلوش غمر. بيقعد قد 4 شهور او 6 شهور على ما يطلع. على حسب بقى نشوف. طيب هو ليه الكركديه مفيش جنبه تاني غير لما التربه تنشف نبلبلها. بلينه، احنا بلين البذور دي يا جماعه من امبارح. هي تقربي مني كده. انا هعمل الاثنين دول كده عشان لو واحده طلعت ماشي، لو الاثنين طلعوا ماشي. ليه بقى؟ واحده ايه؟ ماشي يعني لو طلعوا الاثنين كويس، لو طلعت واحده كويس. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بلين البذور دي يا جماعه من امبارح. ميه دافيه مش سخنه عشان او ميه عاديه بس تقعد 12 ساعه. بس اوعى تكون ميه سخنه عشان ما تموتش النباته من جوه. لا عشان كده بقول ميه عاديه وتقعد 12 ساعه. بصي وتكون التربه متسمده حلوه قوي. على عمق قد ايه بقى؟ مش عارفه. ماشي انا حطيت العمق البسيط ده اقل من سنتي. سايبها احط شويه تربه بسيطه كده عليها، مش عايز اقفل التربه نفسها ولا عادي اهو. ازقي بقى وخلاص. تقولي زراعه سهله، كل حاجه بسيطه بسم الله الرحمن الرحيم. الله بس وربنا بيحط فيها الروح. بس يا ستي، وانا ممكن ما بجيبش التربه كمان. ماشي. انا سايبها بمعنى بس انا ماشي. بالجنب التربه اهو. ماشي يا عم. طب ما بلاش الرش دي. لا مش حاجه، ما تتحركش حاجه من مكانها. انا اصلا ببلد التربه قبل ما ابتدي. بص النحل ده اهم حاجه للتلقيح النبات يا جماعه. لما يبقى عند زارعين عندكم على السطوح حتى او في البلكونه وعايزين زارعين حاجه بتزهر، سيبوا الزهر بتاعها كده عشان النحل يجي عليها، علشان النحل ده هو اللي بيلقح النبات. او بشكل تاني لما اكون زارع حاجه زي كده ازرع جنبها حاجه بتزهر عشان النحل يجي، زي الريحان كده. انا بسيب زهره الريحان عشان النحل يجي ويلقح لي بقيه دول بقى ان شاء الله. الاربعه دول خليك فاكره ان هم ايه. زرعنا انا عامله لك عليهم الجرات اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 لا 5 بس 6 7 اللي انا سايبه مكان للفلفل. مش زرع عندي الفلفل اهي. 1 2 3 4 استنى حط دي كده. 1 2 3 4 5 6 7. ايوه دول كام بذره بقى؟ 14 في كل جره 2. على عمق قد ايه؟ ما تغرسش قوي. ايوه كده، اي حاجه ما تغرسهاش جامد قوي كده. ماشي اهو. ايوه كده يا دوبك كده
بس بتدوس عليها جامد كده ليه يا علي؟ مش بدوس، انا بعمل كده بس عشان على نفسي مش مسئي. هي مسئيه اصلا الارضيه مسئيه سامي دلوقتي. ده الايه؟ دي الباميه اهي. الباميه، شجره الباميه يا جماعه موسعين قوي كده 30 سم بين كل واحده وواحده. بص انا حاطط شبرين اهوت، هنا شبرين برده اهوت. وبالعرض شبرين ما شاء الله بتكبر يعني. والعرض شبرين برضه. قيس كده العرض. العرض ما هي العرض ايوه شبر ونص. ماشي. ادي بزيتين. طب لو طلعوا الاثنين مع بعض بقى؟ عادي سيبهم. ما تدوس بس عليها يا علي. يا ستي ما تخافيش وانا بدوس على ايديك. والكركديه او الفجل يعني ممكن الفجل ممكن تزرعه في تربه طينيه ورمليه عادي. ده فجل. ده باميه. الكركديه الفجل واخد الكركديه يعني بيحب تربه رمليه او تربه خفيفه. وده برضو خفيفه. واهم حاجه الباميه. بتزرعوه في البلد تربه رمليه. احنا بنزرع تربه رمليه في البلد. في تربه طينيه. بس التربه تكون خفيفه. واهم حاجه بقى يا جماعه للباميه لازم السماد البلدي قبل ما تزرعوه. لازم تكون التربه متسمده كويس جدا لانها بتحب الغذاء. ايوه 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 ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. بس يا جماعه. وبس كده. زراعه سهله يا جماعه. لا سهله مش مستاهله. زرعنا باميه، زرعنا كركديه. بكره بقى نزرع حاجه جديده. بكره نزرع حاجه جديده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. باذن الله. ايه ده بقى ايه؟ دي اشواجندا. انا قلت لك قبل كده ما اعرفش في فيديو انت نزلتيه ولا لا. نزل زي جينسين كده. ده مقوي عام. بص البذره بتاعته شبه بذره ايدي بقى الحمرا دي. فجل شويه. شبه فجل شويه. استنى انا اكسر لك دول عشان تشوفيهم. فلاح تعرفوا الفلاح منين؟ من ايده. مش كده؟ بصي. شوفوا ايده عالية عامله ازاي. بقالي يومين بقى بحط الارض بايدي. الله يرحمها امه والله يرحمها الله يرحمها. كانت جه في مره بيعزق بيقطع شجره. فاكر وايده اتجلطت. ايدي عملت ميه كده مطرح مسكت. ايوه عملت فقافيق ميه اتحرقت من كتر ما يعني ايده كانت رقيقه. يا سلام. انت فكرتيني بالايدي الناعمه. مش كده؟ ساعتها. لكن دلوقتي ايده بقت خشنه اهي وبقى بيزرع ويقلع. ليه طول عمري ايدي من لعب الرياضه كانت مسكت البار ولعب الرياضه. قعدت تقول له ما انتش مزارع. ايه ده؟ خلينا هنا دلوقتي. بس ابدرهم ولا احطهم في شويه تربه وابدرهم؟ ما اعرفش بتتزرع ازاي. طيب بصي انا ليا مزاج تاني احطهم في. لا خلاص اهو. حطهم ابدرهم وحط عليهم شويه تربه من على الوش. بس لازم تداري الحبايه دي علشان ما تتحمصش من الشمس وتبوظ. بصي ده كده حوض اشواجندا. ماشي. الاشواجندا بنعتمد على الجذر بتاعها. يعني كل ما تكبر الجذور بتاعتها ناخد الجذور دي بقى ايه، نشربها ناكلها نطحنها، كل حاجه شغاله فيها ان شاء الله. ماشي يا عم. ده حوض الباميه. ربنا يخضر ان شاء الله بقى. بس ده تمام اهوت. حط بعدهم شويه تربه. لازم عشان البذره ما تتحمص. اهو الجرجير بيتزرع كده والملوخيه بتتزرع كده. بس الشوجندا بتطلع بسرعه قوي بس بتبقى خفيفه جدا. ضعيفه. فعشان كده انا هزود التربه عليها شويه. اللي يطلع واللي يطلع عادي. براحتك بقى دي بتاعتك وانا ما اعرفش فيها. لكن الحاجه اللي انا بعرف ازرعها تلاقيني بناكف معاك فيها. البصل ده مزروع. دي بذور بصل. انا ما اعرفش هي هتبقى بصل اخضر ولا هتبقى بصل. ان شاء الله كبرت. كانت رفيعه. كانت رفيعه جدا بس مش عمري ما ازرع بالطريقه دي تاني. ايوه صعبه. مملة. ايوه انا اجيب البصلايه احطها تطلع خضرا وخلاص. في ثواني مسافه ما بتحطوها طلع على طول. لكن ده ممل. انا مش عارفه هو هيبقى بصل اخضر اصلا ولا احمر ولا يعني بصل اخضر ولا بصل. هو علي شتلها يعني علي حط البذره ولما طلعت نقلها بس غابت. بس كفايه يا ابني كفايه يا ابن الحلال. على فكره انت حاطط حاجه منبته عندك اهي جنب جدر. بص كده جنب جدر المانجا. ايوه ايه دي؟ مش عارف حاجه منبته. سبحان الله. وريهاني يا فيه. هاتها كده. بذرتها وقعت. جايب التربه منين؟ الملك لك يا صاحب الملك. جايب البتاع منين؟ بس كفايه يا ابن الحلال. بس كده كفايه والله عشان خاطرك انت بس. عشان خاطري. ودي مورينجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه تداروا اي بذره تحطوها من الشمس، من النمل ومن العصافير. لا موضوع النمل والعصافير ده ما بيشغلنيش. اي شيء بزرعه بسيب منه صدقه لله، طول ما انت سايب منه صدقه لله ربنا بيحافظ عليه. ده في واحد مزارع مره لسه بيتعلم الزراعه وبيصور، والحاجه يعني الحاجه بتبوظ منه، ومن ضمن مره الحاجات باظت منه النمل كل النبات كله قبل ما ينبت. انا ما سامحش فار، ما سامحش قطه تخش تبوظ لي حاجه، انبه عليها تسمع الكلام. القطط بتسمع الكلام. يعني قلت لها ما تخشيش تاني في الحوض، ما تخليش تاني في الحوض. ولو دخلت من ورايا وشفتها تيجي جري زي العيال الصغير لا عمري ما عملت. لكن النمل والعصافير والحاجات اللي ربنا بيبعتها دي مش بايدي. لا صح. يعني سيبها، ربنا معاك هتاخد رزقها. ان خدت رزقها من جزء، يعني خدت رزقها من جزء ربنا يحافظ لك على بقيه الجزء، على بقيه الشيء. حاربتها من اول جزء كله هيبوظ. لا ده اللي هو الشخص اللي صور ده كلت كل الزرع، كلته كله. بقى عمل ايه لما يجي زرع تاني سلو في الصحراء؟ عمل ايه تاني؟ حط لهم ميه بسكر عند الجحر بتاعهم لحد ما النباتة نبتت. يعني شفت عمل ايه بقى؟ اكلهم. ما هو انت رجعنا نفس الموضوع. لو انا سبتهم كلوا جزء ربنا حافظ لي على بقيه الجزء. طب هو حط لهم ميه بسكر، حط لهم رزقهم، فضل رزقه. حط لهم سكر حوالين الجحار بتاعتهم علشان ما يطلعوش ياكلوا. بس انا مره ضايقوني، رحت عملت زي ما الشيخ كده قال مره، كلمتهم اللي هو السلام عليكم يا النمل اخرجوا ادخلوا مساكنكم. مش عارفه والله. كان في حد المهم ان انا كلمتهم كده بصيغه كده، كان الشيخ قالها اسلام، فلقيته بسم الله ما شاء الله. انت قصتي الريحانه دي برضو؟ قصه كله. الريحان عايزه يطول قصه من الجوانب، عايزه يتخن قصه من فوق. اي شجره مش ريحان بس. يعني عايزه تطول زي اللي هناك دي كده، تبقى شجره زي اللي هناك دي. ده انت قصتي اللي هناك برضو؟ قصتها بتطول. تطول فوق. عايزه ما تطولش قص من فوق، هتتخن من تحت. المانجا بتاعتك لسه النباتة اللي كانت مخدراها ولا ماتت؟ هنعرف دلوقتي، هنعرف كمان اسبوع كده ولا حاجه. طب بص عليها كده، لسه مخدره ولا ماتت؟ لا لسه مخدره. عارفه هي خدرت هناك ليه اسمها؟ ليه؟ لما قبل ما انا الاقيها عارفه كانت مخدره ليه؟ ليه؟ شايفه ده؟ الدبوس. في دبوس تاني هنا. كنت انا حاطط دبوسين. ودي ايه دي؟ ايه دي؟ ما هي متطعمه من هنا اهي، التطعيمه باينه اهي. بس يعني التطعيمه باينه اهي. دي التطعيمه. بص لسه يعني، بس وقف النمو بتاعها. لا لسه دي حكومه عليها في يوم. ايوه المفروض كانت طلعت بقى. طلعت ايه؟ لا اله الا الله. ده لسه اسبوع 10 ايام شهر كمان على ما تاخد على الارض. لا نموها وقف لما نقلتها، مش ما نشفتش يعني. ما ينفعش برضه تحكم عليها نشفت دلوقتي او ما نشفتش. مش قصدي. ممكن تسقط وراها كله وترجع تجدد. عامله زي شفت انت الكوسه والخيار لما نقلتهم دبلوا وبعدين ايه؟ صح. ده عشان نباتها ضعيفه، لكن دي بتتكلمي على حاجه ما ينفعش يبان عليها في اسبوع ولا في 10 ايام. ماشي يا عم. ولو سقطت وراها كله برضه 7 شهور. طب يلا نزرع الملوخيه بقى، يلا هات الملوخيه وتعالى. بص بقى الملوخيه هنزرعها بايدينا. وريني كده التربه قد ايه. ماشي. كفايه دول؟ ده كتير قوي. لا مش كتير ولا حاجه. مفيش حاجه تقترح ليه. عايز تزرعي نصه؟ شوف التربه اللي وريني انت تزرعيه كله كده ولا نصه؟ وريني البتاع اللي في ايدك. ايوه وريني البذور قد ايه. كويس يكفوا. تحطهم كده في ايدك كلهم، فضيهم في ايدك كلهم. كلهم؟ بيكفوا كتير اهو. مش كتير يا عم، حطهم كلهم. والله ان شاء الله حد يحوش. حط يا عم، حطهم. عشان احط دول بقى في الشوال اللي بيبقوا فراغات. ماشي. بس. قليل دول والله. لا مش قليل. دي اللي احنا كنا زارعينها هنا يا جماعه. سبحان الله، حتى بذورها خضراء. فاكرين اللي انا كنت زرعاها هنا وكلنا منها كذا مره معاكم. هي دي البذور بتاعتها كده. دي تربه هنا. ماشي. بس كتير قوي الرمله دي. مش كتير ولا حاجه. عشان خاطر النص. لا مفيش حاجه. عشان خاطر. لا كتير على ايه؟ ما لحقتش كتير. لا مش كتير. بصي. بس هو المفروض انت كنت زرعتها زي الاشواجندا كده، وترشها وبعدين تحط عليها. تحط عليها ايه المشكله يعني؟ لا خلاص. بس انا بعمل كده اللي هو ايه؟ عشان تتقلب، عشان كلها تبقى متقلبه. ان شاء الله بقى دي هتطلع ملوخيه حلوه، علشان الارض متسمده كويس. الارض متسمده كويس. بصي بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى ابتدي من هنا. لا انا عايز نهايتي هنا بس عشان اخلي لك ده حاجه ثانيه. ماشي، دول كلهم ماشي. ماشي. نهايتي من اول هنا لغايه اخر الحوض. تفتكروا هتطلع؟ هتطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. بس هي دي كده زراعه الملوخيه.
مش مستاهل حكايه. لا لسه هحط عليها شويه تربه. ماشي. اللي حطيناها في الرمله كده عشان البذور تبقى متوزعه وما تطلعش جنب بعضها يعني. دي فكره مين اللي شاف بابا لما كان مكان زريبه لما زرع ملوخيه؟ مين اللي شاف بابا وهو بيبدرها زي البرسيم كده، زق ميه وبعدين بدر. هي لسه فاضل بذور هتكمل الحوض. كمل ان شاء الله. وبس يا جماعه. لا هجيب بقى البذور التاني وارش عليها. بس بتغطي كلها اهي. طب حط لسه في شويه اهي وحطهم اهو بقى. الحته دي فاضيه اهي، فاضيه اهي. المهم نبص انا بشاور فين وهو حط فين. مش مشكله بقى بالبركه. استنى اجيب شويه تربه احطهم عليه. ماشي. ساب شويه بذور اخدهم اسرقهم واحطهم انا. فين شويه البذور؟ معاه في جيبه ولا ايه؟ طب فين البذور الملوخيه يا عم؟ مش كتير ولا حاجه يا عم ده كتير عليك والله. في حاجات كتير عليك. بذور الملوخيه ضعيفه. دلوقتي احنا رشينا الملوخيه مع التربه ماشي. امسكها بقى كده تاني ايه، هديها طبقه عليها كده. بصوا القشطه، شجره القشطه ما شاء الله. بصوا خضرت كلها. دي قشطه يا جماعه، شجره قشطه من ضمن اللي كان علي شاريها سنه. بقالها سنه على ما ابتدت تخضر تاني. بصوا وكنا بنقول خلاص نشفت. ايه يا علي الاخبار الحرنكش بتاعك؟ لسه ما قالش اي حاجه. تفتكر ايه هينبت؟ ان شاء الله. يمكن بيغيب عن المصري بس ده تايلاندي. بس يا جماعه وهيرشها ميه بقى وخلاص كده بس. وسقر في بعض الحاجات اللي بتعطشها زي اللي انت زرعتها اسمها ايه؟ الباميه. بس بعد ما تنبت وتكبر كده، بعد ما تكبر ويبقى عمرها مثلا 30 يوم شهر بتعطشها بقى شهر كمان. عشان بيقول لك كل ما ترويها تكبر تطول وما تجيبش انتاج. لا عطشها تفضل قصيره وتجيب لك انتاج. بس يا ستي اقفل بقى ميه زياد. اقفل ميه زياد. اجري يا زياد. دي لسه ما فيش حاجه فيها مزروعه صح؟ حط بقى حاجه، حط حاجه عشان تعرف. حلو موضوع الزلط ده. عايز افتحي اسمه ايه ده؟ الشمس بتيجي هنا ولا بتحب الشمس؟ الشمس بتيجي هنا. بس الجزء التاني ده نزرع فيه اي حاجه تانية بقى. استغلوا اي حاجه. زرعنا حاجات كتير ما شاء الله. ربنا يخضر لنا يا رب. دي بقى نزرع اي حاجه تانية. موسم الصيف ما شاء الله مليان من خيرات ربنا. موسم الصيف. الحليب المكثف المحلى ليه بنجيبه غالي جدا من بره مع ان هو بسيط جدا جدا جدا. صلوا على النبي وحطوا اللايك ويلا بينا اقول لكم هنعمل ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هعاير الحليب البودر ده وقده بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتبر كوبايه وشويه صغيرين. هحط قدهم بالظبط سكر. كوبايه وشويه صغيرين. انتوا ممكن تعملوا كوبايه بس عشان الشويه الصغيرين دول ما يحيركوش. هما تقريبا ربع يعني. هحط معلقه زبده خلاص. نص كوبايه حليب سخن ما توقعوش على الخلاط. نص كوبايه حليب سخن كامل الدسم وبس. هضربه بقى كويس في الخلاط. الصغيره بتوع التلاجة او بالطبخه لو في
اي بقى علبه ناشفه عندكم او اي برطمان، اي حاجه يقعد معاكم في الثلاجه بالشهور. اهو ما شاء الله الحليب المكثف المحلى كما يجب ان يكون، بمكونين بس، 3 مكونات بس هتعمليهم بكل بساطه. خلاص ملينا العلبه، خلي دول احنا عايزينهم. ما شاء الله بس خلاص. شوكولاته، اي نوع شوكولاته انتوا بتحبوها. هقطع كده شوكولاته صغيره قطع كده. بصوا بقى عندنا خيارين. اول خيار اللي هي اكياس اللي بتبقى دي اللي هي اكياس الحلوانيه استخدام مره واحده. هحط كده كام قطعه هنا كده، بس دي هتبقى كبيره شويه ماشي. اهو هعمل 2 منها بس كده اجرب. بس في خيار تاني هعمله معاكم دلوقتي. هحط هنا ميه سخنه بتغلي علشان انا عايزه الشوكولاته تسيح. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. همسك كده علشان الاكياس ما تنزلش. خيار تاني، دي معايا اكياس التلاجة العاديه. هجرب اشوف هتنفع ولا لا. السكينه سخنه، المفروض هتقطع معايا وتلحم في نفس الوقت. بسم الله. شوفيها كده يا جنة لحمت ولا لا. هجرب الباقي عشان تطلع معايا رفيعه بالشكل ده كده. لحمت والله اهي. يا ماما لحمت. طب خلاص زي الفل. دي رفيعه قوي. ماما لا كده زي ساعة. هاتي كيس كمان كده. 1 2 3. انا شايفه ان دي احسن عشان هتبقى صغيره وجميله. اهي حطيت الميه بس. ايوه ما تدوسيش. ايوه تعالي بقى وريني. ايه ده؟ تعالوا بقى انتوا عبوا ورايا الشوكولاته. اهو بصوا لاحم اهو ما شاء الله. دي لو مش هتعرفوا تعملوا ده ومتوفر عندكم ده، بس هتبقى كبيره شويه يعني هيبقى الايس كريم كبير. فماشي مش مشكله، لكن انا شايفه ان ده رفيع وجميل وهي ايه يعني هيفرح الكل. ده كده حلو. كفايه. يلا يا ستي املي. اوعي ايدي. الصيف داخل بقى. يا انت عارفه عايزه اقول لكم ان رؤى كاتبه الوصفه دي من امتى؟ والله العظيم من كاتبالي الوصفه دي وجايبه الاختراع ده ان انا اقطع لها الكياس كده. انت الشوكولاته هنا دي كتير، يمكن من واحنا لسه في الشقه الملكي يا رؤى كتير جدا. والسنه دي بقى انا لقيته ترند، قلت يعني انا لو كنت عملته من ساعتها. مش برضه في الميه السخنه. احنا هنحتاج ده في ايه؟ اهو بصوا كده. تعالي هحط كوبايتين كريم شانتيه. ادي كوبايه وكوبايه. حطيت كوبايه ونص. هحط عليهم كوبايتين لبن ساقع. 1 2. الكريم شانتيه مع الحليب. وهاتيلي فانيليا. حاضر. كوبايه حليب مكثف محلى كده اهو. قوامه اهو بكل بساطه، لكن هو بيدي الايس كريم طعم حلو جدا. همسك بقى كده. ادي الشوكولاته ساحت كلها اهي ما شاء الله. همسكها بقى كده واروح موزعاها على الكيس اهي لحد ما تلاقيها بقت طبقه خفيفه خالص. شوكولاته قليله في اكياس يا جنه. من اكياس انا اظن ماما لازم تحطيها عشان تجمد شويه الشوكولاته عشان ما تحطي الكريم شانتيه ما يتخلطش هو والشوكولاته. لا ما هي هتجمد ما تخافيش. يلا هاتي بس عشان نعمل تاني شوكولاته عشان الايس كريم كتير. الايس كريم كتير. لو مش هتعرفوا تقطعوا الاكياس دي كده بالسكينه وما تبقاش مخرومه، بتتباع على فكره عند بتوع الاكياس عادي. ما شاء الله. هي جمدت اصلا يا جنة اللي هي القرطاس، بس هتبقى دي كبيره قوي. هتاخد بقى كميه ايس كريم كبيره. دي بقى الايس كريم هنا كده. ده كيس حلواني استخدام مره واحده.
هقص بقى دي كده اهو شفتي؟ ايه بقى اللي حصل؟ كله الشوكولاته سايحه على فكره. كله عايز ميه سخنه تاني، عادي سهل بتاعتهم. امسكي الاطراف بتاعتهم، امسكي الاطراف بتاعتهم. هتسيح؟ اهي. عشان هتسيح ميه سخنه. تنصح شويه بس شايفه؟ يعني بقى تجربتي هتنجح معاكي. لا هو تمام زي الفل، بس هو مقطوع ليه كله كده؟ خلاص. ايوه يا ستي هتنجح ما تخافيش اهي، بدل سايحه تنجح، فاهمه؟ حلوه دي نجحت فعلا. لازم يا جماعه اللي انا خدت بالي منه دلوقتي ان انتوا ما تسيبوش الشوكولاته تنشف في الاكياس، لازم على طول. يعني خطوه الشوكولاته تتعمل بعد ما تعملوا الايس كريم كمان، وتفردوها والشوكولاته لسه سايحه تحطوا فيها الايس كريم على طول كده اهو، ماشي؟ لاني لو سبتها نشفت في الاكياس هتاخد جنب وجنب وجنب لا. تعالوا نجرب ده علشان انا كذا كيس عملته وطلع مخروم. بسم الله الرحمن الرحيم. دي ما عنديش حل قوي. ده سليم ان شاء الله. سليم. سليمه اهو اهو. عايز يتربط بقى. اتقطع بسرعه. في شوكولاته في الثلاجه جيبها لك اللي هي مكان التوست. حواليك. ان شاء الله نعمل 5 بس. 5 بس. اهو بصي بقى وهي سايحه الشوكولاته. بلاش دي، مش هستخدم دي. حطيها. دي طلعت اختراع فاشل، يعني يا تجيبوها جاهزه يا افضل دي. اتفضلي يا جنة الميه دي. رجعت تاني الاكياس الحلواني اهي. انا بعمل معاكم التجربه علشان في ناس بتعمل وما بتقولناش التفاصيل دي. الشوكولاته تتعمل اخر مرحله، ما يقولولناش ان دي تبقى يعني محتاجه شغل محترفين عشان تطلع معاكم سليمه، اللي هي الاكياس دي. لو سيبنا الشوكولاته تنشف هتفصل معاكم. هات اللي فصل كده مني يا جنه. بصوا ده عشان لما الشوكولاته ساحت فصل مني، والشوكولاته بقت ايه، عايمه جوه الايس كريم. فما نسيبش الشوكولاته تنشف، لازم وهي سخنه. اللي تعمليهولي على طول بصوا بقى، اللي هتفردولي جنه هو اللي هملاه على طول، غير كده لا، وهي لسه سخنه. اتفضلي. وهربطه بقى كده. هعمل الاثنين دول. بصي واحده من الاخير اهو. يبقى الشوكولاته لازم تبقى سايحه، تلحقيها وهي لسه سايحه، ما تسيبهاش تنشف. يعني ما تعمليهاش الاول وبعدين تروحي تضربي الايس كريم، لا، هنضرب الايس كريم وبعدين نقطع الشوكولاته ونسيحها. ما تزوديش انت، ممكن نعمل 3 عادي. خدي خلاص، خدي مني على طول بقى بدل ما احط البتاعه دي من ايدي. ثبتي ايدي. ملا؟ ما كنتش عارفه فيها كل كميه. لا فيها كتير ما شاء الله اهي. ده اتملوا زياده، اكتر واحد اتملى فيهم. ودي التجربه كامله. ادي اللي اتعمل بالاكياس اللي مع السكينه، يعني بيبقى فيه كتير مخرم، بيتعمل بطريقه معينه بقى. لازم السكينه تبقى حاميه قوي، بارده شويه، انا مش عارفه، بس هو ما ينفعش معايا خلاص. وما ينفعش اسيب الشوكولاته تبرد نهائي، يبقى لازم الشوكولاته تبقى سايحه وبعدين تملي على طول وهي سايحه، ما تسيبهاش تبرد، ما تسيبهاش. تشيليها من الميه السخنه تفرديها، تحطي على تكون كريم شانتيه جاهز، تروحي نازله بالكريم شانتيه على طول في الايه، في الاكياس. افضل خيار. يا اما تستخدمي الاكياس الحلوانيه الصغيره دي، هتبقى معاكي احلى كيمو كله كده، يا اما تجيبي بقى الاكياس اللي زي دي بس تكون جاهزه، ما تعمليهاش في البيت، لانها صراحه بهدلتني. ما خلف الكواليس كان اعظم.
الفريزر هتقعد معايا 24 ساعه او اقل شيء 12 ساعه في الفريزر عشان تجمد تماما، ونرجع لكم تاني عشان نشوفها مع بعض. بعد 24 ساعه في الثلاجه بقى مجمد. افتحوا بقى كده، يعني ايه ما تفكوش الكيس، لا خلوا الكيس يمسكوا بيه. نعمل كده كومو اهو، بسم الله. في انواع سلسله عن عايزه؟ مش عايزه؟ خدي دوقي من ورا الكاميرا يا ستي. لا حلو صراحه، يستاهل التجربه. بس يا اما تجيبوا الاكياس جاهزه يا اما تعملوا في دي، ما تقطعوش بالسكينه كده لان هي دي اللي بهدلتني. لكن يستحق التجربه، يستحق التجربه، لاننا احنا عملنا بتكلفه بسيطه جدا. كام كوم يكونوا بقى؟ والايس كريم حلو، طعمه حلو، والشوكولاته حلوه. لا صراحه انا بحب الايس كريم. عايزين نعمل كده ماما تحط جواه ايه؟ فواكه. 10 من 10. سامعين القرمشه؟ فعلا يستحق التجربه بغض النظر عن اللي حصل في الفيديو كله. طعمه جامد. ممكن تحطوا مع الايس كريم اي نوع فواكه تحبوه. موز مقطعه يعني، موز، فراوله، مانجا، بلو بيري، اي نوع فاكهه تحبوه. كيوي. وممكن تعملوه هو اصلا بالفاكهه بس، يعني ايه، تجيبوا الموزه كده تحطوها في الفريزر، او الفراوله تحطوها في الفريزر وتحطوا معاها لبن وحليب مكثف محلى، شويه لبن بساط وحليب مكثف محلى بسيط، وتضربوها في الكبه لما تنعم خالص، وتعملوها بقى كده، يعني تحطوا الشوكولاته وهي سايعه تروحوا حاطين الايه، الفاكهه وبس. ممكن نعمله بالاوريو. يعني نكسر اوريو، اسمه ايه؟ بسكوت الاوريو في الايس كريم نحطه مع البتاع ده. هيعجبكم، جربوه.